نتكلم عن الموتوسيكلات الادفنشر في السوق المصري مش هنلاقي اختيارات كتير، عشان كده هنتكلم عن الزونتس 350. مبدئيا البايك بيجي بموتور 300 سي سي انجكشن 6 غيارات على كتينه. البايك بيجي بتانك 19 لتر. طبعا مش هنتكلم عن خامات كخامات التانك وخامات الكتل، ده غير طبعا العداد هنا بيجي بشاشه تي اف تي، وشاشه حجمها مش صغير، شاشه حجمها حلو. غير بقى قعدة البايك هنا مريحة جدا، والتانك بالذات تحس ان هو حاضنك كده ومخلي قعدة البايك في حتة تانية خالص. البايك هنا بيجي بنظام فرامل اي بي اس قدام وورا، وساعدين مقلوبة، زونت 17 عرض 120، وبالنسبة للفرد اللي ورا 17 عرض 160، وده عرض ممتاز جدا قريب جدا من الفرد الياباني. الإضاءة بتاعت البايك إضاءة ليد بالكامل، والفانوس الأمامي بيجي بأربع لنسات تنور لك الطريق كله بكل سهولة، والإضاءة الخلفية ليد كذلك. ونيجي هنا للحمالة اللي ورا. الحمالة اللي ورا هنا تشيل معاك شنط جانبية وأربع مسامير هنا للتوب بوكس، طبعا تعمل مساحات تخزين كويسة للبايك وأنت مسافر. حبيت بقى أوبشنز وحداشتكنات تلاقيهم في البايك دوت. البايك بيجي بنظام تشغيل بصمة، وبرده بيجي بنظام كشف ضغط الإشارات، ونظام بيقول لك استهلاك البنزين كل 100 كيلو قد إيه. وطبعا البايك بيجي بسكرين كهرباء تقدر ترفعها وتنزلها بالوضع اللي يعجبك. والبايك بيجي هنا بديفندر لافف على وش البايك كله، طبعا الديفندر محمل عشان لا قدر الله لو وقعت ولا حصل اي حاجه البايك ما ينزلش على رجلك، في نفس الوقت ما يخليش البادي بتاع البايك نفسه يلمس الارض.